ليه المنافس بيبيع أكتر منه رغم إن منتجه أقل؟ ممكن يكون منتجك أنت أحسن من المنافس، وبرضه العميل بيشتري منه. العميل مش دايما يشتري الأفضل منتج، أحيانا العميل يشتري أكتر براند وثق فيه. ممكن يكون منتجك أحسن، سعرك أفضل، وخدمة عندك قوية جدا. ده فوق الممتاز كمان، بس العميل راح يشتري من المنافس. ليه ما انا منتجي حلو وسعري كويس وخدمتي حلوة وقوية كل حاجة. ليه العميل راح يشتري من المنافس؟ لان العميل قبل ما يشتري المنتج بيشتري الثقة الأولى هي الأساس. لو صفحتك شكلها غير احترافي والتصميم ضعيف جدا والمحتوى مش واضح، الرسالة اللي انت بتقدمها ايه او ايه المنتج اللي انت بتشتغل عليه، فالعميل هيبدأ يشك فيك. العميل لما يحتار ما بينك وما بين المنافس غالبا بيختار اللي شكله اكتر احترافية وثقة. بمعنى ايه؟ يعني العميل بيختار الثقة والتصاميم الاحترافية والمحتوى الواضح او الجذاب اللي بيروح عليه العميل. عشان كده العميل بيسيبك انت ويروح للمنافس. المنتج مهم، انا ما قلتلكش المنتج مش مهم. المنتج لازم يكون جودته قوية جدا جدا جدا، لكن الثقة هي اللي بتخلي العميل يشتري منك ولا يشتري من المنافس. قبل ما تسأل ليه المنافس بيبيع اكتر منك، اسأل نفسك سؤال واحد، سؤال بس كده بسيط: هل العميل واثق في براند بتاعك ولا لا؟ انت لو سألت سؤال واحد ده هتعرف اجابته من اول مرة. هل العميل واثق في البراند بتاعك ولا لا؟